لو انت جيمر الفيديو ده هينفعك قوي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت قبل كده عامل فيديو عن ازاي ان انت تسجل من اي مصدر فيديو خارجي قديم، زي مثلا فيديو كاسيت قديم، فيديو ريكوردر قديم، او ريسيفر قديم، او اي حاجه اللي هي مخرج الفيديو بتاعها عباره عن كابلات فيديو واوديو، واللي هي الكابلات اللي بتكون بالشكل ده. الاصفر ده بيكون فيديو، والاحمر والاسود ده واحد يمين واحد شمال للاوديو او للصوت. تمام. وساعتها جربنا على ريسيفر بتاع اتصالات صغير كده، والكمبيوتر هو اللي بيقوم بنفس عمليه التسجيل دي، ان هو بياخد الصوره من الفيديو والاوديو بالشكل ده ويدخلها على الجهاز اللي هو الصغير اللي هو كان اسمه ايزي كاب او اي زد كاب. والاي زد كاب ده بيتوصل باللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك عن طريق اليو اس بي، يطلع لك الصوره على الكمبيوتر او اللابتوب، وعن طريق برنامج التشغيل بتاعه تقدر ان انت تسجل الفيديو اللي انت شايفه على الكمبيوتر، ويبقى انت كده احتفظت بنسخه ديجيتال على اللابتوب بتاعك. واللي عايز يفتكر الفيديو او اللي ما شافش الفيديو اصلا يقدر يبص كده على الانفورميشن اللي فوق، هيلاقي فيه لينك الحلقه. طب الجماعه بتوع الجيمنج بقى والناس اللي عندهم اجهزه HDMI، يقدر ازاي ان هو يسجل من جهاز HDMI زي مثلا ريسيفر جديد HDMI بس ما فيهوش مخرج تاني للصوره غير HDMI، او من بلاي ستيشن، او من جهاز فيديو سيرفلنس مثلا بتاع مراقبه كاميرات، او اي مصدر تاني بيطلع HDMI، ازاي ان انا اقدر اسجل منه على اللابتوب بتاعي او على الكمبيوتر. وعشان كده انا جبت الاختراع ده. يلا بينا نعمل انبوكسنج ونوصله مع بعض، وهنوصل الجهاز ده بالبلاي ستيشن عشان اسجل اللي انا بلعبه على البلاي ستيشن، اسجله على اللابتوب او اطلع بيه لايف. بكده يا جماعه بتوع الجيمنج كده هيتبسطوا معانا قوي بالفيديو ده. يلا بينا بقى نعمل انبوكسنج وانستولينج، ونجرب كمان ان احنا نسجل من البلاي ستيشن اللي فيه HDMI كمثال يعني على الكمبيوتر بتاعنا، وكمان هوريكم ازاي تقدروا تطلعوا لايف. تابعوني بعد الفاصل واوعوا تروحوا في اي حته. ده الجهاز اللي انا جبته من امازون، وهو عباره عن جهاز صغير جدا كده. خلينا نفتحه مع بعض. HD اوديو اند فيديو كابتشر، بياخد لحد 4K وبيسجل عن طريق اليو اس بي لحد 1080p اللي هو HD او 2K. او هنا برضو مبين لك نفس الكلام، هنا بيقول لك HD او 4K بيودي لليو اس بي. وهنا بيقول لك ايه قائمه بالاجهزه اللي هو ممكن ياخد منها الاتش دي او يعني ياخد منها الصوره. تليفون، جيم كونسول اللي هو زي البلاي ستيشن مثلا ولا الاكس بوكس ولا الحاجات دي، وسيت توب بوكس يعني زي مثلا الاجهزه اللي هي بتتصل بالانترنت وبتعمل فيديو ستريمنج مثلا، زي اللي هو برضو الريسيفرات اللي هي بتشتغل على الانترنت، والكاميرات اللي هي زي الكاميرات الكبيره زي الكانون والحاجات دي اللي برضو عملنا عليها ريفيو قبل كده، هتلاقوه في صندوق الوصف، وهتلاقوه كمان في علامه الانفورميشن اللي فوق. كاميرا الكانون اللي عملنا لها ريفيو قبل كده بياخد منهم اتش دي انبوت ويودي على اليو اس بي اوتبوت. اليو اس بي اوتبوت هنا قال لك ممكن توصل عن طريق النوت بوك اللابتوب يعني، او ديسكتوب بي سي او اي ماك. خلينا نفتح كده ونشوف اللي جوه. افتحها معاكم لاول مره طبعا. هو ده الجهاز الصغنن او كونفرتر الصغنن اللي هو اسمه ايه اتش دي اوديو اند فيديو كابتشر. هنا ده الاوتبوت اليو اس بي، اوكي، وده الانبوت اللي هو الاتش دي ام اي. طيب هنوصل الكلام ده ازاي بقى؟ ادي البلاي ستيشن بتاعنا اهو، وده من ورا كده الاتش دي ام اي كابل، بس طبعا ملوش، ما ينفعش ان انا اوصله كده، لازم اوصله بالكابل بتاعه. جبت الكابل اللي هو HDMI to HDMI كويس. واحد هوصله بالبلاي ستيشن من هنا، والتاني هوصله في مدخل القطعة بتاعة الكابتشر هي دي. طيب كده عندي كده ايه البلاي ستيشن جاهز. هنجيب بقى اللابتوب، هنوصل باليو اس بي بتاع اللابتوب اهو. اوكي، لقيت مع البوكس هنا كده في الانستراكشن بتاعة القطعة دي مكتوب فيها ايه هنا بقى. نفس اللي انا كنت بقوله، ان هنا هتوصل ال HDMI وهيطلع لك هنا هتوصل ايه اليو اس بي. تمام، وهتاخد من الاجهزه دي نفس الصوره اللي ورا. بالنسبه للسوفت وير بيقول لك ان هو متوافق مع اي سوفت وير، يعني تقدر تنزل له اي سوفت وير، ان انت تحط سوفت وير جديد. اقل مواصفات للكمبيوتر ان يكون i5، يكون في جرافيك كارد انفيديا ومش عارف ايه، الرامات تكون اعلى من 4 جيجا. خلينا بقى نشغل الكمبيوتر كده. طبعا عايزين نوصل البلاي ستيشن بالباور،
ونشغل الكمبيوتر بتاعنا كده ونشوف ايه اللي هيظهر لنا على الشاشه. كده توصيلات البلاي ستيشن تمام، والكهرباء واصله، والاتش دي ام اي متوصل بالديفايس الصغير بتاعنا اللي هو الفيديو كابتشر، ومتوصل باليو اس بي 3 بتاع اللابتوب. لو عندك برنامج للتسجيل استخدمه، لو ما عندكش برنامج للتسجيل تعالى كده شوف. لو انت دخلت على صفحه الفيسبوك بتاعتي هتلاقي فيه في الجنب كده رابط لحاجه اسمها لينكس مثلا. لو دخلت على اخر واحد او اللي قبل الاخير، بس خلينا في اخر واحد ده عشان ده لامم كل حاجه. اخر واحد لو دوست عليه كده هيطلع لك في كل لينكات السوشيال بتاعتي، ومنهم ويب سايت صغير كده عامل فيه البرامج اللي ممكن تكون ريليتد بالحلقات او الفيديوهات اللي انا بعملها على يوتيوب. بعد ما هتدوس على اللينك هتخش على حاجه اسمها برامج الكمبيوتر من هنا كده. بعدها هتلاقي فيه حاجه اسمها برنامج تسجيل الفيديو والمونتاج اسمه ارك سوفت. هتعمل داونلود كده للبرنامج كويس، هيوديك هو على ميديا فاير عادي خالص، تعمل داونلود ليه من هنا. البرنامج ده برنامج صغير بينفع للقطع القديمه اللي هي بتاعت الاي في، وينفع برضو للقطعه دي. هنجربه مع بعض ونشوف. بعد ما عملنا داونلود للابلكيشن اللي هو ارك سوفت هيفتح لنا الابلكيشن بالويندو دي. هنروح على كابتشر. من كابتشر هو هيدينا خيارات. انت عايز الاتش بي وايد فيجن اتش دي اللي هي الكاميرا بتاعتنا دي، الكاميرا بتاعت اللابتوب، ولا عايز حاجه تانية. من هنا هقدر اختار من السورس، اختار اليو اس بي فيديو. اول ما اختار اليو اس بي فيديو كده هو فتح لي البلاي ستيشن بتاعي على القطعه الظريفه دي. ممكن اعمل دبل كليك كده عشان اشوف الفيديو بالكامل. دبل كليك على الصوره. طبعا انا شايف ان الصوره مضغوطه شويه، فانا هغير في الاعدادات بتاعه الفيديو نفسه. ديفايس سيتنجز منها ممكن ان انا اظبط الالوان بتاعه الشاشه، ازود البرايتنس شويه او اقلله، او ازود الكونتراست شويه او اقلله. ساتوريشن برضو نفس الكلام، او ممكن ارجعه للديفولت تاني. الحاجه الثانيه هنا الفورمات سيتنج. في الريزولوشن سيتنج هنا اقدر اتحكم في الاوتبوت بتاعي، الاوتبوت الريزولوشن اوتبوت نفسه. انا هختار اعلى حاجه اللي هو ال 1920 في 1080. وطبعا هنا الكومبريشن هيبقى اللي هو الام جي بي جي، وهقول له اوكي على كده واتفرج كده اشوف الصوره. دبل كليك. الصوره كده جت بعرض الشاشه بالظبط. طيب بالنسبه للصوت ايه يا جماعه؟ مفيش صوت. هرجع كده الاعدادات نفسها هلاقي فيه اللي هو الاوديو ديفايس الميكروفون، هغيره لديجيتال اوديو انترفيس 3. نروح على اعدادات الصوت من الويندوز، كنترول بانل، وهروح على الهاردوير اند ساوند. من الساوندز هنروح على الريكوردنج. من الريكوردنج هنا هنقوم داخلين على البروبرتيز بتاعت الريكوردنج، ومنها هنروح على listen. ومن الليسن هنقول له listen to this device، وهنقول له apply هنا كده واوكي. اوكي هو كده جاب لي صوت البلاي ستيشن عادي. هنا اقدر مثلا ان انا العب واسجل في نفس الوقت. خلينا بقى نجرب نسجل اللقطه دي كده MPG2. خلينا نختار MPG2 ونقول له هنا ايه كابتشر. طيب تمام كده بقى. عشان ايه وقت الفيديو خلينا نعمل ستوب كده ونشوف الريكورد اللي هيظهر عندي هنا. هو ده الريكورد بتاع البلاي ستيشن. خلينا نشغله كده ونتفرج عليه. ده الفيديو اللي احنا سجلناه. طيب كده احنا استخدمنا برنامج صغير كده. ممكن تستخدم اي برنامج تاني تسجل بيه عن طريق القطعه الصغيره بتاعت ال HDMI كابتشر. دلوقتي انا معايا برنامج تاني جديد كده ممكن تقدر منه تعمل فيديو ستريمنج. لو انت عندك قناه على اليوتيوب او عندك اي بلاتفورم تانية عايز تعمل فيديو ستريمنج للعبه اللي انت بتلعبها، هتروح على البرنامج اللي انا اخترته لكم النهارده اللي هو اسمه OBS. لينك البرنامج هتلاقيه في وصف الفيديو، كمان هتلاقيه في الموقع الخاص بيا. بعد ما تنزل البرنامج وتسطبه هتفتحه هتلاقيه على طول جايب لك الشاشه بتاعتك بالشكل ده. برضو امكانياته حلوه جدا ان انت تقدر كمان تصغر الشاشه وتكبرها. ممكن تعمل كذا ستريم مع بعض مثلا او كده. وهنا تقدر تضيف كمان ديفايس تاني. يعني مثلا لو عايز تضيف الكاميرا مثلا بتاعه اللابتوب بتاعك، تقول له فيديو كابتشر تاني وتقول له هنا كرييت نيو مثلا ديفايس 2 بالشكل ده، وتقول له انا هحط الكاميرا بتاعتي مثلا هنا كده. وهنا يقدر يحط لك الكاميرا بتاعتك مع اللعبه اللي انت بتلعبها. الموضوع بقى يبقى جميل جدا يعني. ممكن نصغر شويه الشاشه دي تبقى كده بالشكل ده. تمام. وهنا ممكن تعمل ستارت ستريمنج من الزرار ده كده، وممكن كمان تقفل كاميرا من الاثنين بالشكل ده او سورس من الاثنين، وترجع تاني تكبر مثلا الشاشه دي اللي انت عايزها الشاشه دي لوحدها. عندك كذا اوبشن هنا في الكنترول ان انت ممكن تعمل ستارت ستريمنج، وساعتها الستارت ستريمنج ده لازم هيقول لك افتح السيتنجز بتاعتك، حط لي بقى الاكونتس اللي انت عايزها، مثلا يوتيوب ولا فيسبوك ولا تويتر، ولا انت عايز تعمل على ايه بالظبط. مثلا ممكن اقول له انا اليوتيوب بالشكل ده، وهقول له اعمل لي كونكت مع الاكونت بتاعي وابدا اعمل ستريم. وهنا برضو اقدر اعمل ستارت ريكوردنج.
هنا دلوقتي هو بيسجل لي اللي بيحصل في الشاشه. خلينا كده نخش مثلا اللعبه دي، نفتح الصوت. ستوري مود بالشكل ده. هنلعب اي حاجه، بس عايز اختبر سرعه الفريمات. بص مثلا انا بلعب بالشكل ده كده، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في التسجيل كده. اوكي خلاص كفايه كده، وخلينا ايه نعمل ستوب ريكوردنج، وخلينا نتفرج على الريكورد اللي احنا سجلناه. من فايل هنروح على شو ريكوردينجز، هنلاقي دي الريكوردات اللي هو سجلها. هو ده الفايل بتاعنا. خلينا نقفل بس ده كده عشان نعرف نتفرج على الفايل كويس. اهو فيديو، هنقول له شغله باي برنامج تشغيل مش مشكله. انا شايف بصراحه الريزولوشن كويس. انا مش هقدر اقول لك الريزولوشن تحفه، بس هو كويس. عادي ينفع للستريمينج، وينفع ان انت تنزله على اليوتيوب او الفيسبوك براحتك خالص. انا هسيب لكم لينك الشراء بتاع امازون في الديسكربشن تحت، وعشان اقرب الموضوع اكتر انا سايب لكم لينك الشراء من السعوديه، ولينك الشراء من الامارات، ولينك الشراء من مصر. يا ريت ما تحرمونيش من الشير الجميل واللايك العظيم بتاعكم، وانتظروني في فيديو جديد بان انتوا تعملوا سبسكرايب للقناه اللي انتوا تتفرجوا عليها سواء اليوتيوب او الفيسبوك. عايز شويه تشجيع بقى منكم كده عشان اعمل فيديوهات اكتر. وما تنسوش تبصوا على الفيديوهات اللي فاتت وكمان الفيديوهات اللي جايه، وتحاولوا تشتركوا في قناه اليوتيوب لو انتم مش مشتركين بالضغط على زر سبسكرايب او اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بعملها اول باول. ولو انت بتشوفني من الفيسبوك بيج يبقى هتفرحني اكتر لو عملت لي متابعه او فولو. ويا ريت يا جماعه تعملوا شير للفيديو، واللي عنده اي تعليق او اي سؤال يا ريت طبعا تشرفوني بتعليقاتكم في التعليقات سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك. انا سعيد جدا طبعا ان قدمت لكم معلومه جديده النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.